ويبقى النادي الاهلي في البطوله دي قدم الافضل في معظم المباريات. نشاهد بعض اللقطات، فكره على الاستحواذ على الكره من طرف الاهلي. 3 4 5 6. طبعا لا، الشوط الثاني مختلف. يعني هذا وائل جمعه، خلينا نقول ان احنا يراوغ المهاجم بكل الاهلي في الشوط الثاني. تبقى الكره للنادي الاهلي. شوفوا اللمسات، هي خطوره النادي الاهلي كل مكان معاه كوره. شوف اللمسات والتحكم في الكوره، والتحكم في الكوره متقدما الى مرمى كورينثيانز، مش التحكم في الكوره عرضي. هذه التمريره العاشره. هنا كمان وتمشي لقدام. ولا تمريره اماميه. دي كانت خروج للحارس. دي كمل لمسه انتهت بفرصه هدف. انتهت بفرصه هدف. 13 لمسه. اي سيدي. هو كل ما كانت الكره في رجل لاعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني بالتحديد، كل ما كنا اخطر، بدليل ان احنا كنا ند قوي جدا في الشوط الثاني، ضيعنا فرص